السلام عليكم أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم. كم مرة فشلت؟ كتير. الله أكبر. ده معناه إنك حاولت كتير. شوف معايا الفرق بقى. في ناس تجاوب السؤال ده وهي متضايقة من كتر الفشل، لأنها مش شايفة في كل اللي حصل غير النتيجة النهائية وبس. وفي ناس هتشوف إن كتر الفشل معناه كتر المحاولات، وده معناه إنه أكيد اتعلمت واستفادت حاجة من كل مرة حاولت وفشلت فيها، حتى ولو 1%. يا حضرات، احنا مش في امتحان في مدرسة ولا جامعة فمجبرين نجيب درجات معينة عشان نطلع السنة اللي بعدها. احنا في حياة، لينا عمر معين هنعيشه، واحنا بتصرفاتنا وتفكيرنا اللي بنحدد هنعيشه مبسوطين ولا لا. طريقة تفكيرك ونظرتك للأمور إما هتتعبك أو هتريحك، وده بيبدأ بالحاجات البسيطة والتافهة، لأنه في الحاجات الكبيرة هيكون عندك نفس العقلية. خلي الطبيعي بتاعك إنك تشوف الجزء المضيء من كل حاجة لحد ما يبقى ده الطبيعي بتاعك في التفكير. الناس كلها محدش فيهم مصدقك ولا بيشجعك وشايفينك فاشل، أو على الأقل شايفين أحلامك كبيرة ومش هتقدر تحققها. لو هتشوف الوضع كده هتتعب جامد، بس لو شفت إنه ده ميزة كبيرة هتفرق كتير. ليه بقى؟ عشان محدش هيكون ليه فضل عليك، عشان إرادتك هتكون أقوى، عشان هتخليك تغربل الناس اللي بتعرفهم وتشوفهم على حقيقتهم بدل ما تكون مخدوع فيهم، عشان هتقوي عندك قدرة إنك تقول طز للناس وأنا مش محتاج ليكم. بس محدش بيقدر يعيش لوحده، لأ بيقدروا على فكرة. وهسهل عليك، ما تسيبش الناس، بس كفاية تبقى عارف كل واحد على حقيقته، وخلي أحلامك وأهدافك جواك، وما تقولهاش غير للي هيفهم أو اللي عنده نفس أحلامك. يا ابني افهم، يوم ما تنجح كل الناس هتتلم حواليك، وفي اللي هيقولك شفت أنا كنت عارف وكنت بقرص عليك عشان أشجعك، واللي يقولك أنا كنت متأكد وواثق فيك، وكأنهم كلهم شركاء في نجاحك. لكن لما تفشل هتكون لوحدك السبب في الفشل ومحدش هيعبرك. العالم كله مش بيحترم غير القوي، ومع الأسف حتى القانون بيطبق على الضعفاء وبس. دولة تحتل جزء من دولة أخرى والعالم يندد، ولكن لأنها دولة نووية فالعالم يكتفي بالتنديد. أو كما النكتة الحالية، دولة احتلت دولة فسألوها ليه احتلتيها؟ أصلنا شاكين إنها عايزة تحضر إن يكون عندها نووي. طيب في دولة دلوقتي احتلت دولة، هل هتحاربوها؟ لا، أصله عندها نووي. قوتك
لازم تنبع من جواك. انت اللي تشجع نفسك وتصدق نفسك وتعلم نفسك وتحاول مع نفسك وتطور مع نفسك وتوظف الناس وتعلم تختار أصحابك. وافهم كويس انت بتقول ايه والمين وامتى. وافهم انه عندك ايدين ورجلين وعينين 2 وعقل زيك زي غيرك، وفيه غيرك بنفس الامكانيات دي ونجح، وغيرك برضه فشل. فانت بقى عايز تكون انه فيهم. وعلى فكرة حتى لو كنت معوق انه ناقصك حاجة ربنا عطاها لغيرك وانت لأ، برضو انت مش لوحدك اللي كده في الدنيا، في اللي زيك واكتر منك وبرضو نجحوا، وفيه برضو اللي فشلوا. فانت عايز تكون انه فيهم. اوعى ترمي فشلك على شماعة. افهم انه البداية دايما من عندك، ومحدش ضربك على ايدك تستسلم. الناجحين عندهم 24 ساعة زيك بالظبط. واجه نفسك وشوف مشكلتك الحقيقية فين. نقص خبرة؟ تتعلم. محتاج تنظيم وقت؟ جرب تحدد أولوياتك بالأهم فالمهم. محتاج فلوس ومش معاك؟ دور على فكرة تعملها، مش محتاجة فلوس. بدل ما تضيع وقتك في الشكوى، ضيع وقتك في انك تلاقي حل وبدائل لأحلامك. حلم معين مش قادر تعمله دلوقتي، شوف غيره يناسبك دلوقتي بحيث تنجح فيه ويكون سلمة للحلم الأكبر. اتصرف، المهم وقتك ما يروحش على الفاضي. اتعلم تحترم الوقت. ما ينفعش تكون انت نفس الشخص إلا من 3 شهور فاتت من غير ما تكون اتعلمت حاجة أو اتطورت في حاجة أو أنجزت حاجة حتى لو كانت صغيرة. افهم إنه الوقت اللي بيروح مش بيرجع، واستغل كل لحظة وبلاش حجج بقى. أيا ما كانت ظروفك اعرف إنه فيه الأسوأ منك ونجحوا. هتقولي وعرفت منين؟ ولا أعرف، بس لازم تقنع نفسك بكده. أيوة، اكذب على نفسك. احدي بقى الكذبة اللي مش هتضر حد. أنا مهما كانت ظروفي فيه الأسوأ مني ونجحوا. شجع نفسك دايما بإنك تقدر حتى لو كان بالكذب، لحد ما هتصدق نفسك وتبقى حقيقة. وده كلام علمي على فكرة. حتى في الإعلام بيفضلوا يكرروا في الكذب لحد ما احنا نصدقه. كل من أصدقائك أقول لك من أنت. مفيش حد رياضي هيمشي مع ناس بتشرب مخدرات. مفيش حد بيصلي هيمشي مع خمرجية. مفيش ناجح هيمشي مع فشلة. شجع نفسك على التفكير والملاحظة. دور على الناجحين وشوف نجحوا ازاي واعمل زيهم. ايوه قلد، مش عيب يا سيدي. قلد وانجح واكبر وبعدين اخترع وكسر الدنيا. قلد بس بمخ وبحرص. مش شرط اللي ينجح مع غيرك ينجح معاك. اختار اللي يناسبك
ويناسب تفكيرك وقدراتك وإمكانياتك، واعمله بطريقتك انت. فهمت حاجة؟ الأساس هو انت. عايز حاجة؟ شجع نفسك، صدق نفسك، حارب علشانها. لو الناس كلها قالت صعب، مستحيل، مش هتقدر، قول لهم طز، هعملها، وتصدق نفسك وتحاول وتحاول وتحاول. انت محتاج مرة واحدة بس محاولتك تنجح، وحتى لو ما حصلتش وعمرك انتهى، فانت هتاخد ثواب المحاولة في الآخرة، وفي الدنيا هتاخد شرف المحاولة، وهيتقال عليك بالرغم اننا قلنا له لأ، هو قال قول في أمان الله. أسألكم الدعاء.